اهلا بيكم معانا في البلكونه، واحنا في البلكونه بنتكلم على تعليم الرب يسوع وازاي نعيشها في حياتنا العمليه كل يوم، مش مجرد تبقى معلومات ونظريات وافكار سامعينها. النهارده هنتكلم عن موضوع جميل وصعب، الباب الضيق. ومعايا شخص عزيز عليا قوي، ريمون انور. ازيك يا ريمون؟ ميرسي يا هادي، مبسوط ان انت معايا جدا. النهارده جدا. طيب عايز ابتدي باني اقرا النص في متى 5. متى 5 كلمات الرب يسوع الصعبة عن الباب الضيق. آسف، مش متى 5، متى 7 بالظبط. ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. أنا يعني مش عارف ليه الرب يسوع مصعبها كده. عايزين نحكي في الموضوع، بس كان في حلقة من الحلقات اتكلمنا عن الاضطهاد، والاضطهاد حاجة بتتفرض علينا ما بنختارهاش. لكن هنا واضح رب يسوع بيتكلم على حاجة تانية، على اختيار. يعني ادخلوا من الباب الضيق، قليلون هم الذين يجدونه، يعني دوروا عليه وادخلوا منه. ايه بقى حكاية الباب الضيق دي؟ انا قبل ما اقول ايه الباب الضيق كان عندي تخوف وانا بحضر للوقت ده، اني احيانا ما بقاش في عندنا التوازن ما بين الكلام عن الصعوبة او الاستحالة بتاعت الحياة المسيحية وما بين كلام المسيح نفسه قاله تعالوا انا اريحكم، ان نيري هين وان حملي خفيف، وان هو كانه كان بيسوق للفكره بطريقه في يبدو ان في يعني تعارض. هي صعبة ولا سهلة؟ يعني في حاجات بيقول يعني احيانا كتير وسيكون لكم ضيق وصعب وباب ضيق وطريق ضيق والموضوع صعب وفيه معاناه، وفي وقت تاني تحس انه يعني ده مفيش غيره ومفيش احلى منه ولازم صح. نروح له. كانه عندي التخوف كان ان احنا نروح لناحيه المنطقه بتاعه الضيق فما نعملش التوازن. طب تفتكر التوازن يجي من ايه؟ يعني قبل ما نروح التوازن يجي ناحيه ان احنا نفهم ان المسيح احيانا كان بيحكي عن نتيجه او عن طريقه. يعني ما بيتكلم عن نتيجه بيقول ان النتيجه سهله هتبقى ثمر، يعني دايما يعني بيتكلم عن اعمال الجسد تبقى اعمال فيها تعب، والثمر روح ثمر يعني حاجه كانها بتطلع من غير تعب. انك تعمل اللي انا بعمله ده ما هواش فيه صعوبه لما تمشي الطريق بتاعي. فهو احيانا يتكلم عن الطريق واحيانا يتكلم عن الثمر. فانت عايز تحب اعدائك، بعد شويه هتلاقي ان ده احسن ده حل الأحسن. ليك وان ده اسهل حل ليك انك تحبه لو انت ماشي الطريق. جميل. فلو خدت المثل ده، الباب ضيق والطريق كرب، لكن النتيجة حلوة ممتعة جدا إلى الحياة. هتلاقي نفسك بتعمل الحاجات باي ديفولت، الحاجات الكويسة اللي أنا بقولها في باقي الموعظة على الجبل هتعملها باي ديفولت، تطلع تلقائية طبيعية نتيجة ان انت مشيت السكة. انا بحب صح. الفكرة بتاعت دالاس ويلر لما كان بيحكي على ان احنا بنشوف اللقطة بتاعت اللاعب الاخيرة بنحاول نقلدها. أيوة. بس ما بناخدش انه كل يوم بيلعب 5-6 ساعات تدريب قاسي. أيوة. في نوعية اكل كتير ما بياكلهاش بالظبط. ملتزم بمواعيد نوم، ملتزم بعادات صحية. فبحس ان احنا احيانا نسمع كلام المسيح يبقى فيه، هل هو بيتكلم عن النتيجة اللي ممكن تبقى طلعة سهلة بدون معاناة وبدون ألم، ولا بيحكي عن الطريق اللي هو فيه تدريب وفيه تضحيات طول السكة. وبالتالي برضو لما بيقول أنا أريحكم وكده، ده مش نوع الراحة اللي احنا عادة بندور عليه. يعني هو برضو نوع راحة تاني، نوع راحة داخلي عميق، مش راحة الجسد وراحة الرفاهية والإمكانيات. جميل قوي. ماشي. ايه بقى الباب الضيق؟ هو انا احب اربط دايما الباب بالطريق، عشان برضو الباب بيدينا ايحاء في اللفظ بتاعه كونه حاجه بندخل منها مره يعني. هو انا رايح ناحيه ان هو لا اما باب مستمرين في الدخول فيه، او التشبيه الاقرب للفكره هو الطريق الضيق. فكأنهم الفكرتين لما رب يسوع قال الباب ضيق والطريق كرب، الاثنين بيكملوا بعض. حاجه واحده. هو كأنك بس تدخل من باب وتمشي في طريق. هي مش داخله في الاول صعبه تحتاج جو دراماتيكي. للولاده الجديده او مش ده بس الفكره او المشهد. في مشهد تاني ان الطريق نفسه كمان ضيق. صح. تاني انه الباب مقصود بيه كمان ان انت لما بتبص على الاختيارات من بره بتحس طب انا ما في باب واسع اهو، ادخل ليه من الباب الضيق ده؟ وهو دايما عامل مقارنه حتى ما بين ان في بيبان او باب واسع او طريق واسع في كتير بيدخلوا فيه، وده قليل الذين يجدونه. يعني فاهم انت برضه حتى طبعا دي يجدونه دي بتجنني برضه يعني كان في معاناه في انك تلاقيه اصلا تمشي تشوفه يعني. ولان التاني برضه معروض بقوه وبكثره،
وبشكل اكثر اقناعا وسهل في معمول له تسويق كويس. معمول له تسويق كويس قوي. والشيطان يعني بص، دايما الفكره ما بين الصعب والسهل طول اليوم. يعني انت دايما عندك طريق صعب موجود وعندك طريق سهل صح. عادي ما تدخل فيه. انا لما ببص يعني وانت بتقول الشيطان عامل كده، ببص على الاعلانات، على كل أيوة. حاجه حوالينا بتقول ايه، انك اختار الحياه السهله، دلع نفسك، ابسط نفسك، استمتع. كل حاجه بتقول لف حوالين روحك يعني. صح. وابسط نفسك، عيش حياه سعيده. وانا بتكلم بحس يعني الموضوع كبير، الموضوع تقيل، وان كل يوم عندك فعلا اختيار ما بين انك تستسهل. وانا بحس ان الجسد اللي جوانا دايما بيميل للطرق المختصره او الاستسهال يعني، ودايما الطرق مفتوحه صح. قدامه. صح. لكنك تمشي الطريق الصح ما بين انك شخص مثلا انه يختار انه يتجوز او انه يصاحب مثلا، فهو ستيل المصاحبه سهله، الجواز مكلف انك تمشي في اي طريق سهل متاح ليك اصعب بكتير من انك تختار الطريق الضيق بالمعاناه بتاعته. اوكي، فانت الاول بتقول ان هو مش بس باب، هو طريق يعني. مش حاجه بتحصل مره، دي حاجه بمشي فيها كل يوم. هو اختيار كل يوم اني اختار اللي الناس ما بتمشيش فيه. في كتاب كده اسمه الطريق الاقل سفرا او ترحالا. يعني الناس اقل قليله قوي اللي بتختار، مش عارف ترجمته بالظبط ايه يعني. فهي مش بس باب، هو طريق وسكه بختارها كل يوم. ليه بقى؟ يعني انا عايز نقف دقيقتين كده قبل ما نطلع فاصل. ليه يعني ليه الرب يسوع بيقول اختار الباب الضيق؟ يعني ليه مصعبها؟ عشان كل ما هو مهم وحقيقي وقيم صعب اعتقد حتى في الحياه. يعني كل ما هو في نتيجه حلوه ومش سهل. صح. فهو بيحكي عن حاجه حقيقيه، هو بيحكي عن طريق الحياه. وهو كمان كان بيتكلم عن نفسه، هو مش يعني هو بيتكلم عن ان هو الطريق، وهو قال عن نفسه برضه هو الباب والطريق يعني استيل لو اللي يربط الكلام. فهو بيحكي عن نفسه، هو بيحكي عن نفسه لان العالم وضع في الشرير. فانت استيل الاختيار ده اختيار صعب، والملكوت مبادئه صعبه وثقافته صعبه، لان الباقي زي ما كنا بنقول متاح وسهل ومقنع وجميل ومؤذي واخرته مش كويس. بس هو يعني حتى في تعريف بيتقال للعالم، الكلمه بيستخدمها بولس كتير وبيحذر منها، اللي هو الثقافه العكس ثقافه الملكوت، ان هو الكوزموس اللي هو البناء المزين الجميل. يعني انت تخيل الكلمه اللي اختاروها. فكانك انت قدامك حاجه مبهرجه حلوه قوي وبيقولوا لك لا ما تدخلش فيها، في طريق تاني ضيق معلش بس ده الصح. فانت دايما بتبقى في عندك صعوبه. فصعوبه عشان انت في حته حقيقيه وحته قيمه وحته اخرتها حياه. وعشان انا عجباني قوي الجمله اللي انت قلتها، عشان كل حاجه حلوه وغاليه وتستاهل في الحياه سكتها صعبه. ما حدش يختلف على دي يعني. اي حد حتى اللي بيبان انه عايش حياه سهله، الاحتفاظ بالحاجه السهله دي ما هوش سهل. صح. انه يفضل فيها. فدايما احنا بنحكي على الملكوت، بنحكي على الطريق الاصعب واللي اخرته حياه، بس الاصعب رغم المعاناه بتاعته الا انه جواه جمال. انا في كتاب اسمه اثر في حياتي وكان اسمه الطريق الجميل، وهو كان طول الوقت بيحكي عن طريق الصعب، بس هو ستيل في الاخر جميل لكونه بيشبع حته داخليه عميقه فيها احساس احيانا حتى الكلمات ما تعرفش توصفه، لانك في ساتسفاكشن ماشي في حته حاسس فيها بالشبع والرضا كون احتياجاتك الداخليه مسدده مع المسيح. جميل. انا متحمس نغطس اكتر جوه النص ونقرا الجزء الثاني اللي في لوقا. ناخد الناس في فاصل صغير ونرجع نشوفكم بعد الفاصل. نروح هنا يقولوا الخلاص بالأعمال، نجاهد يقولوا النعمة وبس. طيب نعمل ايه؟ مفيش أي تعارض بين الجهاد والنعمة، الاتنين بيكملوا بعض. الأعمال من غير نعمة زي واحد فقير بنطلب منه يدي صدقة ما يقدرش. النعمة من غير أعمال زي واحد غني وبخيل مش بيدي حاجة. الاتنين في الآخر زي بعض. زي فكرة الغصن اللي قبل ما يتطعم في الكرمة بتجري فيه العصارة وبعدين بيثمر. لما العصارة تجري فينا بنكون لسه ما أثمرناش، ودي هي النعمة مجانية. بس لو بعد ما جريت فينا العصارة فضلنا مش بنثمر يبقى ملناش مكان في الكرمة. لما العصارة بتجري فينا يبقى الإثمار سهل وطبيعي، مش محتاج معافرة، يبقى طالع من القلب. لكن لو حاولنا نثمر من غير نعمة بنبذل مجهود ضخم والنتائج بتبقى ضعيفة جدا ومش ثابتة. النعمة هدية مجانية من الله، محدش يقدر يثمر من غيرها، والأعمال
هي الدليل على وجود النعمة، وده اختياري للثبات في الكرمة. رجعنا تاني في البلكونة وبنتكلم عن الباب الضيق، مش بس الباب الضيق والطريق الصعب. ومعايا ريمون، مبسوط يا ريمون ان احنا سوا. عايزين نقرا النص التاني اللي في لوقا. لوقا 13:22 بيتكلم ان الرب يسوع كان ماشي فقال له واحد: يا سيد أقلين هم الذين يخلصون. هو الراجل بيقول له هو اللي هيخلصوا قليلين. أيوة. فالرب يسوع قال لهم، رد على الكل: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون، من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب. وبعدها بيقول: وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين. وكأنه بينقل على فكرة تانية، بيقول إن في ناس بتقول له يا رب يا رب افتح لنا، فيقول لهم أنا معرفكوش انتوا منين. فساعتها بيقولوا ده احنا أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا، فيقول لهم لا أعرفكم من أين أنتم، تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم. طيب ايه اللي بيضيفه بقى الرب يسوع في الجزء ده؟ اعتقد في كم كلمة مفتاحية هنا، واعتقد بينهم اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. صح. واجتهدوا دي جاية فعلة في الحاجة كأنها مش عارف اقول صح ولا غلط، بس في المضارع المستمر، يعني حاجة انت بتستمر في الاجتهاد، وجاية بالمعنى بتاعها من اليوناني الشخص اللي بيعاني الألم من اجل هدف اقوى. يعني زي كأني الشخص اللي بيلعب رياضة فهو أيوة. عايز يوصل الأولمبياد، فهو بيلعب كل يوم وبيضحي بحاجات كتير واكل مش عارف، يعني ستيل هو بيعمل معاناة مستمرة كونه، ويشعر بألم مستمر كونه عنده هدف أيوة. أعظم هو شايفه. زي ما في عبرانيين يقول كده في الجهاد الموضوع أمامنا. أيوة. يعني في السباق في المنافسة، وإنه دايما محطوط قدامك وإنت شغال فيه ورايح ناحيته، لأنك حبيت الفكر، يعني حبيت الهدف اللي انت عايز تروح، وشعرت ان في السعاده بتاعتك، فانت ستيل رايح ناحيته بكل قوه. وممكن تعمل على فكره في حاجات في الحياه كده عندنا، يعني في حاجات ممكن تلاقي ناس بتضحي عشانها كتير، انه مبسوط عشان يبقى جسمه حلو، عشان يخس، عشان ممكن ينجح، يضحي باي حاجه. صح. فهو الناس بقى اللي لقيت في المسيح ده بيقول كده: طيب كملوا اجتهاد في انك تعرف توصل لما هو اعمق ولما هو اقرب وتوصل لتلك الصوره عينها. جميل. ده الجزء اعتقد دي الكلمه الاكبر بعيدا عن الحته التانية، لكن دي الكلمه اللي هي مفتاحيه او اللي عملت اضافه عن متى كمان بشكل او باخر. حاسس برضو في حته كده يا ريمون في انه من بعد ما خدوا بالكم ان في ناس هتبقى عايزه تدخل بس هيكون الوقت فات. فهو هنا كمان بيتكلم على عنصر الزمن. في وقت الباب ده مش هيفضل طول الوقت متاح. الناس بقى اللي بيقول لهم يا رب يا رب، بيقولوا له يا رب يا رب وافتح لنا، بيقول لهم ما عرفكوش. ده وارد، يعني وارد ان انا ابقى عايش حياتي كلها مقتنع ان انا مسيحي مؤمن وابن ربنا، وفي يوم من الايام اقول له يا رب يا رب، يقول لي انت مين؟ كنا بنتكلم في حلقة تاني عن الرياء والناس اللي ما فيش اتساق او اتصال ما بين اللي براها واللي جواها. فاستيل ممكن تكون ناس مخدوعة او عايشة في وهم هي قالته وصدقته ناحية ان هي ماشية ناحية ربنا. وما يقدرش ننكر خالص ان الديانات 40,000 دين اللي موجودين، حد كده من الخدام كان بيقول ده اذكى اختراع عمله ابليس عبر العصور الزمنيه كلها، لان في ناس حسنه رايحه ناحيه ربنا وهي مش رايحه، وهي بتبعد. يعني انت متخيل انك ماشي في الاتجاه الصح انت رايح في السكه وانت ماشي في الاتجاه الغلط. فهو اختراع والمسيح حذر منه كتير. فبيقول لك لا يا حبيبي، امشي في الطريق ده. لان اقول ان ممكن بعض من الطرق الواسعه يكون شكله ديني، يعني مش دايما الطرق الواسعه مش لازم موعظ دايما يفسروها او يقولوا ان هي الطريق اللي فيه الخطيه والمجون والفجر لا، في طرق منها دينيه مريحه وشكلا مقبوله اجتماعيا، يعني حلوه ما فيهاش، يعني شخص ما يحسش انه بيعمل حاجه غلط، لان في كتير بيعمل كده. يعني هنا الناس دول ما اعرفش لفت نظري انت بتقول هم بيقولوا اكلنا وشربنا قدامك، يعني ما عملوش حاجه غلط كمان. يعني ده احنا واكلين وشاربين خيرك وعندنا اختبارات معاك، يعني انت عملت معانا حاجات حلوه. وفي ناس قالوا حاجات اصعب من كده، يعني اسمك تنبأنا وخرجنا. يعني واضح انه وصل في الطريق ده لحته مؤثره وواضحه. يعني في ناس ماشيه في الطريق الواسع، خير ربنا مغرقهم وبيتكلموا عن اختبارات عظيمه ربنا عملها معاهم، بيخدموا الى درجه اخرجنا شياطين وتنبأنا، ولسه يعتبروا في الطريق الواسع.
عشان كده عايز اروح للنقطه بتاعت النوعيات الالم. طب ايه اللي موجود؟ انا عايز نعرف انا في الطريق ولا لسه لا. بقى اسالك اعرف منين بقى، لانه كده الحاجات يعني المسيح يقول لك انا شخص اعرف ربنا وعندي اختبارات وهو واضح في حياتي وانا بخدمه، يعني عايز ايه بقى تاني؟ كل دول هو قال لا انا دول ما اعرفهمش. عشان كده في اولا في حته كنت عايز اقولها دايما في الباب الضيق والطريق الضيق، فكره ان انت بتدخله وحدك وفعلا مش بتدخله بكتير بالحاجات اللي انت دايما متمسك بيها. يعني في ناس بتتخيل دايما ان هي عايزه تمسك العصايه من النص، دايما عايز يسهر ويتاخر ويصحى بدري. أيوة. عارف انت اللي بيولع كانوا بيولع الشمعة من ناحيتين، يعني عايز يستفيد باكبر قدر ممكن. هو بيقول لك في الاخر لا، يعني في جمله صادمه قوي، تختار اذا كنت تريد المسيح فهذا وحده لا يكفي، يجب ان لا تريد معه الخطيه. يعني فيما معناه ان انت انت عايز المسيح، بس المهم تكون مش عايز معاه حاجات يعني عايز اسهر اعمل اللي انا عايزه بالليل واصحى الصبح اخد خلوتي. فاهم الفكره؟ أيوة. فانت لا، هو بيقول ان الطريق ده بتدخله وحدك وبتدخله فيه تنازل عن كتير. يعني يمكن ده تشبيه فكره الضيق، ان فكره هو مش ينفع تدخل بالشله، مش ينفع تاخد كل حاجتك معاك. جميله قوي الفكره دي. لا انت وفي حاجات كتير انت حاببها، فبتقول له ما ينفعش طب هو موجود بيها. طيب أيوة. يعني عارف انت الشخص اللي هو يعني اخد اصحابي واخد يعني الحاجات اللي بحبها. يعني بيقول لك انت ترانزيت في مكان مثلا وانت مصر انك تجيب حاجات كويسه قوي في الترانزيت، يعني هي فتره مؤقته وقضيها بشكل معين، ليها شويه قوانين رولز انت مصر تقضيها. لا انا عايز صحابي يقعدوا معايا في الترانزيت، انا عايز الكرسي بتاعي اللي بحبه في البيت. ما ينفعش، انت في شكل للباب وللطريق ده. انت طب ثواني بقى يا ريمون، عايزه بس ابتدي احط الحاجات في نقط. فانت اول نقطه بتقولها باب ضيق، يعني اختيارات محدودة، يعني مش هتقدر تاخد كل حاجة وتعمل كل اللي نفسك فيه. نمرة 2 معناها خفيف، يعني فأنا أول حاجة لازم أفكر هو أنا كل اللي أنا عايزه بعمله؟ لو كده غالبا أنا مش ماشي في طريق الضيق، صح؟ ثانيا طيب هل أنا عندي حاجات تنازلت عنها ولا أنا مسك في كل حاجة؟ وفي ناس لما بيقول لك أنا عايز أتبع المسيح بس في علاقة مع الطلاق لأنه عايز يدخل بيها. في حب ذات ممكن يكون معطله، هو عايز يدخل بيه لانه مش عارف ما يعبدش نفسه الوقت اللي جاي. في خطايا معينه عايز يدخل بيها، هو مصر يدخل بيها ومصر انه يعملها، مش بس انه فعلا يعلن ضعفه او عجزه ناحيتها ويقول له يا رب تعالى ساعدني فيها. لا هو مصر انه يلعب بالموضوع، يعني يعمل في نوع من انواع الفهلوه انه ينفع الدنيا تمشي ما الناس كلها يمسك راسها وكمان وحده. يعني لان احيانا كتير ناس بتحس ان هي مش بس تدخل مع ناس، بتدخل على حساب ناس. فاهم يعني؟ لا انا عايز اقف على مع وحده دي بعد ما نطلع فاصل. أوكي. وحده دي يعني ايه؟ ما احنا برضو كنيسه وجسد وكده. أيوة ما تلخبطنيش بقى. أيوة. طيب احنا نكمل كلامنا، نقابلكم تاني بعد الفاصل. اهلا بيكم تاني معانا في البلكونه وبنتكلم عن الباب الضيق، ومعايا ريمون. قبل الفاصل كنت بتقول انه اختار انك تدخل الطريق ده لوحدك. يعني ايه وحدك دي بقى؟ عشان وحدك دي بتخض بتخوف. وحدك لان العلاقه مع الله علاقه شخصيه فرديه مباشره، يعني هي مش بتبقى على حساب حد او ان كاني في حد بيني ما بين ربنا. لان في ناس داخله مع المجموعه، يعني هو ستيل عشان اتولدت في بيت مسيح، عشان بابا وماما بيروحوا الكنيسه، عشان دي المجموعه اللي انا بحبها، وهو ما وقفش ولا مره يقف على فكره العلاقه الشخصيه فين. طيب الكلام المباشر بينك وبين ربنا فين؟ فهو اعتقد هي وحده هنا في المنطقه دي، انك تاكد ان عندك علاقه شخصيه مباشره. حد كان بيقول ان الله ما عندوش احفاد، عنده دايما اولاد. يعني ما فيش حد على حساب حد، يعني فيش حد داخل لانه باباه او لانه المعلم بتاعه او كده وات. هو دايما حتى لو في معلم او حد جابك للمسيح انت بتسرع لكون يبقى في عندك علاقه مباشره مع جميل. الله. فوحدك معناها انه ده اختيارك انت الشخصي الفردي، مش ورثه، مش واخده بسبب انك في وسط مجموعه معينه وعايز تاخد شكلهم. وقبل الفاصل قلنا كمان انه اختياراتك محدوده، باب ضيق يعني داخل لوحدك، يعني اختياراتك محدوده، يعني ما تقدرش تاخد كل حاجه معاك.
جميل. ايه تاني بقى؟ تطبيقات. احنا دايما في نخش البلكونه في التطبيقات. بنحب يلا. ناخد تطبيقات. ايه الحاجات اللي لما ابقى واقف قدامها كاختيارات اقول لا انا مش هاخد ده لان ده شكله كده تبع الطريق الواسع، انا عايز الاختيار ده. هقول في حته في الاختيارات، واقول كمان في ايه طب هو ايه الصعوبه في الطريق، او ايه انواع الالم، لألا اكون انا أيوة. يعني في حاجات ما اعرفهاش يا جماعه، انتوا بتتكلموا عشان حاجات انا لسه ما دقتهاش. لا، الطريق فيه دايما اختيارات. مثلا اقول اختيار ممكن يبقى غريب، ما بين انك تتألم مع الله من اجل اللي حصلان في العالم مثلا. يعني في شخص لا يبالي بما يحدث. يعني الناس جعانه، الناس بتموت، الناس بتظلم بعض، الناس طالما بتحارب انا بعض، في الناس الدايره بتموت. بتاعتي كله كويس تمام. مفيش لا يتأثر بأي شيء. أعتقد في جزء من كونك تتألم مع الله من أجل عالم وضع في الشرير ومليان بهذا الظلم، وإنك ليك دور اوريدي. ده نوع من أنواع الألم، إنك يعني ممكن تتضايق. يعني إحنا كل يوم بفتح القنوات مثلا الإخبارية، بتلاقي في حرب ما شغالة في حتة، يعني مفيش حاجة بتهدى خالص، وناس بتسخن في لا ناس، واحنا الايام دي بقى يعني كل يوم في حد بينتقل وحد بيعيا وحد يعني فهل انا ده بيعمل لي نوع من، بعيدا عن ان الصح اللي ينتقل ده ممكن يبقى قريب فبحس بالالم الفقد، لكن هل بعاني بان ناس ما تعرفش ربنا؟ هل بعاني ان في ناس بتظلم ناس، ان في دول بتظلم دول، ان في شعوب بتعاني، ان هل ده جزء من الالم؟ هل ده موجود؟ ده سؤال ممكن تسأل على فكره. انت قلت حته جميل قوي كمان، ان انا بتألم لألم الله او بتألم مع الله. يعني هو في الاساس الله موجوع من الحاجات دي، فدليل على اني ماشي في سكته اني موجوع زيه او بتوجع معاه. بلاش زيه دي صعبه يعني، لكن على الاقل بتأثر باللي بيحصل، مش عايش جوه ويمكن فقاعه ده كده. جزء من بتاع يعني من ضمن تفاسير شركة آلامه، يعني اللي هو كان بيقولها بولس في فيليب، ان انا بشارك معاه في الوجع، ان انا معاه في وجع، ان لسه في ناس كتير قوي ما تعرفوش، ان في ناس لسه ماشيه في الطريق الواسع ومش قادره تدرك الطريق الضيق. عمليا يا ريمون، لو عايز اخد تطبيق عملي، تدريب عملي، لو انا مش الشخص ده، مش بتأثر قوي، مش بتوجع، المفروض ان انا اعمل حاجه يعني. اعتقد احتاج اصلي من فابتدي اجل حاجات بقرار برايا. ارادي اصلي لحاجات أنا عمري ما يبدو انها ما صليت تهمنيش. للناس اللي هم مثلا في الخناقه اللي حصلانه، اصلي من اجل شعب بيعاني، او يعني هل جربت في مره تسمع خبر ما يبقاش بالنسبه لك معلومه ضافت وخلاص، على قد ما هو فرصه للصلاه، انك تدخل أيوة. بدل ما دايما بتدخل تصلي عشان حاجتك والامك الشخصيه واحتياجاتك، صلي عشان شعب عمرك ما قابلته ولا هتقابله. فده ده تحدي جميل قوي يا ريمون. انا اللي بختار اتوجع لحاجه ما تخصنيش. انفجار حصل في بيروت، يعني حرب مش عارف في سوريا، ايا كان اختار اصلي الحاجات يعني دي. اليومين دول في حرب كده بين دولتين، انا اول مره اسمع عنهم، او على الاقل في واحده اول مره اسمع عنها، بتاعت ارمينيا واذربيجان، او مش عارف اسمها ايه الدوله اللي فوق دي، اذربيجان. فهو انا ما اعرفش دول وما اعرفش حد من المنطقه دي، بس شعرت من الكلام ان في ظلم قائم على مجموعه معينه، فيها منطقه فيها الاف من الناس ممكن يموتوا في الايام اللي جايه. فانا هل انا بتألم بده؟ دي نقطه. اوكي. في ألم تاني او اختيار تاني، فكره ألم التخلي قدام متعه الامتلاك، يعني او ان في طريق المسيح في دايما سؤال عن انت بتسيب او بتدي قد ايه، مش بتاخد ايه او بتمتلك ايه. عندنا رغبه رهيبه او حب طبيعي للامتلاك، جاست ان احنا عايزين ناخد اكبر قدر ممكن من الحاجات، مش بس الممتلكات والاوقات والاشخاص فهل انت في صراع يومي بقى بتاع انك تتخلى عن قد ايه، بتدفع قد ايه؟ انا سؤال بساله لنفسي، فعلا انت بتدي قد ايه؟ صح. السؤال هو انك بتنبسط في انك بتدي اكتر ولا بتنبسط في انك بتاخد اكتر؟ ايوه. ده نوع، ده ألم يومي ممكن يبقى عند شخص، انه بيسيب حاجات بيحبها، او انه من حقه ياخدها، او محدش يقول له لازم تسيبها. فانا بختار طبعا ان انا اقطع حتت مني كده، انجاز اقول، عارف يقول له اقطع من لحمي الحي، ادي حاجات بحبها وادي حاجات مهمه بالنسبه لي. ده حقيقي. في نقط تاني انك تدخل يعني بولس مثلا في كلوسي 1 كان فارق معايا قوي، بيقول افرح في الامي لاجلكم. برضه الميكس غريب جدا عن انه افرح في الامي. ايه انت في بتتكلم في ايه؟ هو ايه الالم؟ بس يعني لانه كان بيدي نفسه لناس معينه وبيتالم لالامهم وبيتالم لبعدهم عن ربنا. يعني حد كده كان كاتب مره ان رساله كورنثوس الاولى مثلا
هي عباره عن ان الناس دي جات للمسيح، فابتدى يبعت لهم رساله ان فيهم ناس بتزني، لان فيهم انقسامات، لان فيهم رافعين قضايا على بعض في المحاكم. فخلي بقى ايه نوعيه الالم اللي بيحكي عنها بولس لنفسه؟ انا موجوع ان في ناس من إيه اللي ده يا جماعة؟ بحبهم وبخدمهم عايشين العيشه دي بعاد عن المسيح. في واحد اسمه بول ترنين كاتب الكرييتيف سافرنج، او اللي هو المعاناة الخلاقه، بيقول ان في الام بتخلق جوانا حاجات مبدعه كتير، لكن ابتدى يتكلم عن انك كمان الالم ده ممكن يقودك في وقت من الاوقات انك تبذل مجهود اكتر. بس هو بيتكلم عن نوع غريب من الالم، الم زي كده انك تتمخض من اجل حد، انك ترعى حد، انك تشوف حد بيتحول من ان هو يقبل المسيح قدامك لانه يبقى تلميذ او انه يبقى خادم. دي رحله طويله من معاناه والناس مش بتصدقها، ويوميا مع الناس اللي بتعمل، انه بعد ما تبقى قاعد معاه في قعده صلاه وانك بتشجعه وعملت عشانه عك الدنيا. فده الم، ده اللي كان بيحكي عنه ده نوع من انواع الالم. لو انا ما خدتش اصلا يعني ما دخلتش كل ده يبقى انا غالبا مش في الحته انا ناقصني كتير من حتى الاستمتاع في هذا الطريق مع المعاناه كمان. يعني في نوع من الفرح لسه لم اذقه بعد لو انا ما دخلتش. ميرسي يا ريمون جدا، انا استمتعت وكان نفسي اكمل معاك لولا وقتنا. دعوه اننا نفحص نفسنا احنا قدام الباب الضيق والباب الواسع، بنختار ايه؟ الطريق الصعب والطريق السهل بنختار ايه؟ بشجعك وشجع نفسي اننا كل يوم نختار نمشي في الطريق الصعب لانه يؤدي الى الحياه.